السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة كيفاش حصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن المملكة. ندخل في تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. في سنة 2013 بمدينة المحمدية، واحد النهار وبالضبط يوم 11 في شهر ماي، توصلوا البوليس البرقية عبر قاعة المواصلات مفادها توجهوا على وجه السرعة للحي الفلاني. راه الأمر كيتعلق بواحد حادثة سير. بالفعل انتقلت سيارة النجدة لعين المكان، ولقاو فعلا واحد الموتور كانوا فيه جوج ديال الشباب ماتوا بجوج. وبحسب ما كيصرحوا به شي شهود كيقولوا ودي حنا كنا جالسين في هذيك المقهى حتى كتبان لينا واحد السيارة من نوع كات سوداء اللون كانت تابعها جوج دراري اللي كانوا على الموتور، وهاد السياره راه كانت تابعاهم بواحد السرعه كبيره وضربتهم ودخلت في واحد البوطو، راه هو فينا هو داك البوطو ديال الضوء ديال الحديد، دخلت فيه وزادت. هنا تبين بان الامر كيتعلق بجريمه قتل مدبره ماشي حادثه سير طبيعيه. هنا دخلت وحده الشرطه القضائيه على الخط، تخبرت كذلك النيابه العامه بالامر وتعطى اذن بمباشره الابحاث وفتح ملف تحقيق في هذه القضيه هذه. البوليس في محضر المعاينات لقاو بان هاد جوج الشباب اللي في عمر تقريبا ديك 24 سنه مرميين ودماء كثيره بعين المكان، وحداهم واحد الدراجه ناريه من نوع سكوتر، دوك السكوترات الصغار، تبين بانها حتى هي تعرضت لواحد الدرجه كبيره من الكسر. لان يعني بحسب ما صرحوا به بعض الشهود اللي كانوا في عين المكان قالوا ودي بان ديك السياره كاسكات راه داز فوق منهم، وكيأكدوا بانه كانت مطارده ما بين السياره وهاد جوج ولاد اللي كانوا على هذا الموتور هذا. البوليس سولوا هذوك الناس قال لهم واش ما خديتوش رقم لوحه السياره الماتريكيل؟ كيقول سيدي راه ما قدرناش ناخذوا الرقم لان كانت بعيده علينا شويه، السياره كانت بعيده وراه تقريبا شي 70 متر. على اي حرروا البوليس اقوال بعض الشهود وكذلك حرروا محضر المعاينات بعين المكان ونقلوا الجثث المستودع الاموات. وهنا البوليس لاحظوا واحد القضيه، هي انهم لقاو واحد العمود كهربائي ديال الحديد او ما يسمى بالبوطو ديال الضوء حتى هو صدمته هذيك السياره. وهنا البوليس طرحوا واحد الفرضيه، قالوا واش هاد الحادثه سير كانت طبيعيه او مدبره؟ ولكن استندوا على الاقوال ديال الشهود اللي كيقولوا ودي بان السياره الكاسكات كانت كطارد هاد جوج ولاد وبانه داز فوق منهم وضربت البوطو ورجعت مارشارير كملت الطريق ديالها بسرعه جنونيه. اذا تبين هنا بما لا يدع المجال للشك ان هذه الحادثه كانت مقصوده، لان ملي كنقولوا حنا جات بواحد السرعه ودخلت في واحد البوطو، بعلما ان هذاك البوطو بحسب محضر المعاينات بعيد على مسرح الجريمه او لا عفوا مسرح حادثه السير تقريبا بشي 10 متر، اي راه دازت فوق منهم والفولون ديال السياره هربت البوطو. اذا هادشي كان مقصود. على اي دازت تقريبا شي ساعات قليله على هذه الحادثه هذه، وجات واحد السيده هي والزوج ديالها وولدها تقريبا كبير شويه ديك 32 عام، جاو الكوميساريه كيقولوا ودي هذوك اللي داروا حادثه سير راه ولادي. الام كتقول ودي هذوك راه ولادي بجوج. هاد الام هذه لما سمعت الخبر بان ولادها راه تعرضوا لحادثه سير جات هي والزوج ديالها وولدها ابنها الاكبر جاو الكوميساريه كتقول بان هذوك الجوج اللي داروا حادثه سير راه ولادها، ولكن هي لحد الان ما عرفاش بان ولادها راه ماتوا، هي كيصحاب لها غير شي حادثه سير خفيفه وصافي. وهنا قالوا لها البوليس ودي عظم الله اجركم وليداتكم راه ان لله وانا اليه راجعون ماتوا بجوج. طبعا هنا الكل منا يعرف مدى قسوه سماع مثل هذه الاخبار، خاصه ان الام لما كتسمع بان جوج ديال ولادها ماتوا في دقه، ولكن كيبقى قضاء الله وقدره، ما عندنا ما غادي نديرو. على اي قالوا لهم البوليس ودي خصكم تمشيو معنا لمستودع الاموات تعرفوا على الجثه ديال ولادكم. وبالفعل تعرفوا عليهم وشافوا حتى ديك الدراجه الناريه تعرفوا عليهم وقالوا هادو ولادنا وهذه الدراجه ديالهم. وهنا خبروهم البوليس بان هاد الحادثه سير اللي داروا ولادهم راه ماشي حادثه عاديه. قال لهم ودي بانه شي ناس كانوا تما بحسب ما كيقولوا الشهود كيقولوا بان صدمتهم وكانت عندهم نيه يصدموا الدراجه الناريه اللي كانوا على متنها ولادكم. وكيقولوا ودي حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع شي حد اللي غادي ينتقم منا ولا شي حد اللي حنا عندنا معاه شي خصام، كذلك ولادنا ما عندهم حتى شي عداوه مع شي حد. وهنا نبغي نشير لواحد النقطه،
هي ان البوليس كيلقاو تناقض في الهضره ديال الشهود. كاين اللي كيقولوا ودي بان هاد السياره كات راه كانوا فيها جوج ديال الناس، كاين اللي كيقولوا ودي لا كانوا فيها ثلاثه. كاين تضارب في الاقوال، كاين تضارب في التصريحات، شي كيقول جوج شي كيقول ثلاثه اللي كانوا في السياره. ولكن البوليس ما استندوش على هاد الهضره هذه بما انه كاين تناقض. فقالوا بما ان هاد الناس هادو كانت بعيده عليهم الحادثه السير بشي 60 او 70 كيلومتر، عفوا 60 او 70 متر، يعني ما شافوش الماتريكيل وغادي يشوفوا شحال كانوا ديال الشبان في الطوموبيل. على اي البوليس داروا البحث مع عائله الضحايا وسولوهم واش عندكم شي حد من العائله او من الاقارب او الجيران عندهم شي سياره كات، وكيقولوا سيدي حنا ما كنعرفوا حتى شي حد عنده سياره كات، وحتى الجيران ديالنا راه حتى واحد ما عنده سياره بهاد المواصفات. غريبه هاد القضيه هادي. والدين الضحيه كيقولوا ودي حنا ولادنا راه ما عندهم عداوه مع حتى شي حد. والناس اللي كانوا حاضرين الحادثه كيأكدوا ان السياره الكات سوداء اللون هي اللي صدمت هاد الدراري هادي وهما على الموطور، يعني كانوا هما على الموطور وهذيك السياره تابعاهم. كيقولوا ودي راه كانت تابعاهم بمعنى بحسب ما صرحوا به الشهود، فراه كاين سبق الاصرار في هاد القضيه هادي. وهاد الناس اللي كانوا في السياره كانت عندهم نيه وقصد انهم يصدموا الموطور. ولكن هنا غتبان واحد القضيه. هذاك الاخ الكبير ديال هاد جوج وليدات اللي ماتوا اللي كيف قلنا في عمره ديك 32 عام صرح بواحد القضيه. قال البوليس ودي خويا الله يرحمه راه دابا تقريبا شي عام ونص تقريبا كان قال لي بانه كان شاد طريق مديونه بالموطور، وبانه تبعته واحد السياره كات كانوا فيها جوج ديال الناس وقفوه وتعدوا عليه في الطريق. وكيأكد بانه راه داروا ديكلاراسيون عند البوليس، وكيضيف بالاقوال ديالو بان هادو اللي تعداو لي على خوه راه ما عرفهمش وما عرفش علاش، حتى علاش اصلا تعداو عليه وعلاش اعترضوا السبيل ديالو. اذا القضيه فيها شي انتقام. وهنا البوليس بعد ما تاكدوا ولقاو بانه فعلا كاين ديكلاراسيون دابا تقريبا شي عام ونص كيصرح فيها داك الضحيه مسكين بانه راه تعرضوا ليه شي وحدين في طريق مديونه وعندهم سياره كات كذا وتعداو عليه. فعلا كاينه هاد الديكلاراسيون هادي. قالوا واش هادو اللي تعداو عليهم اللي تعداو عليه دابا تقريبا عام ونص يقدروا يكونوا هما اللي ضربوه في السياره ديالهم، لان العامل المشترك هنا هو السياره كات سوداء اللون. هادوك اللي تعداو على الضحيه دابا تقريبا عام ونص كانت عندهم سياره كات، وهادو اللي ضربوه هو وخوه قتلوهم بالسياره فحتى هما عندهم سياره كات سوداء اللون. وبما انه ما كاينش مبرر اللي خلاهم يتعداو على الضحيه وما كاينش مبرر اللي يخليهم يصطدمون بالسياره هو وخوه، اذا فاحتمال كبير انها تكون نفس السياره ونفس الاشخاص، وربما كيتعلق الامر بشي تصفيه حسابات. على اي دازت تقريبا نهار على هاد القضيه هادي. فهذاك الصباح جات واحد السيده عند البوليس ومعها واحد الشاب في عمر ديك 26 27 28 سنه. هاد السيده كتقول للبوليس ودي هاد الولد هذا اللي معايا راه الشيفور ديالي، وانا راه مديره ديال مجموعه مدارس كذا كذا، وراه البارحه سيدي هاد الشيفور هذا ديالي راه تعرضوا لي شي وحدين في لوطوروت وسرقوا لي السياره. قالوا ليها السياره اش من نوع؟ وقالت لهم رباعيه الدفع اي كات سوداء اللون. قالوا لي عطينا الوريقات ديال السياره. قال لهم الشيفور ودي راه الوريقات راه بقاو في الطوموبيل. قالوا لي عطينا رقم الماتريكيل. بالفعل خداو منه رقم اللوحه ديال السياره وقالوا لي ماش تقريبا تسرقات لكم هاد السياره هذه. كتجاوب هذيك السيده وكتقول ودي راه البارح انا كان عندي واحد الغرض واحد الاجتماع في الدار البيضاء، ولما اتصلت بالشيفور يجي عندي باش يجيبني لهنا المحمديه وهو في الطريق حتى اتصل بيا قال لي لاله خديجه راه السياره تعرضوا لي شي وحدين في لوطوروت وخداوها ليا. غريب. على اي اذا بحسب هاد التصريحات وهاد الاقوال فالسياره تسرقات للشيفور لما كان في لوطوروت وكان غادي هو طالع الكازا، وبانه كان غير بوحدو. قالوا ليه البوليس هادو اللي تعرضوا ليك شحال كان بيهم تقريبا؟ وقال لهم هما 4 الناس زيد وما عندهم شي سياره. وقال لهم كانت عندهم سياره اش من نوع؟ وقال لهم كانت عندهم كونغو. ومع هادشي تقريبا؟ قال لهم البارح مع شي جوجونز ديال العشيه ديال البارح. ايوا وما خديتيش رقم لوحه السياره؟ قال لهم لا انا تخلعت لما جبدوا عليا السيوفه وجبدوا عليا المواس هما كانوا 4 انا تخلعت ما فكرتش انني ناخذ رقم السياره، غير جبدوا عليا المواس وقالوا لي سير في حال. قال لي ما نهبطت في حالاتي.
هاد السيده هادي سولوها البوليس، قالوا لها دابا انت خبرك الشيفور البارح بان السياره تسرقات، علاش ما جيتيش ديكلاريتي البارح نيت؟ وقالت لي ما سيدي انا لما عيط ليا وخبرني قلت له ودي صافي غير خلي حتى نجي ونمشيو نديكلاري ونفكوا هذا المشكل هذا، حيت انا داك النهار كنت مشغوله في شي امور عمليه وكان ضروري خصني نقاد الامور ديالي. وهنا غنشير لواحد النقطه مهمه. بحسب محضر المعاينات اللي داروا البوليس في هذيك حادثه السير اللي كيف قلنا اللي ماتوا في هذوك جوج ولاد اللي كانوا على الموطور، كانت بيوم الثلاثاء وتسجل محضر المعاينات مع شي 3 ديال العشيه تقريبا. وهاد السيده هذه هي والشيفور ديالها جاو الغد ليه يوم الاربعاء كيقولوا بان السياره ديالهم تسرقت لهم البارح مع شي 2:30 من لوطوروت. ومن الغريب الصدفه هنايا ان السياره اللي صدمت هذوك جوج خوت اللي كانوا على موطور هي نفس المواصفات ديال السياره اللي تسرقت لهاد الناس، سياره كات سوداء اللون. هنا البوليس رجحوا واحد القضيه، قالوا واش زعما يكونوا هذوك اللي سرقوا هاد السياره هادي يكونوا هما اللي ضربوا هذوك جوج خوت؟ ممكن. وهنا قالوا لهذاك الشيفور البوليس، قالوا لهذاك الشيفور قالوا له ودي غادي تمشي معانا غتورينا السياره منين تسرقات لك بالضبط. وبالفعل مشى معاهم ومشات معاهم حتى هذيك السيده مولات السياره، وراهم المكان اللي تعرضت فيه السياره السرقه طبعا كيف قلنا بطريق السيار لوطوروت. وهنا البوليس استعنوا بكاميرات المراقبه اللي كاينين في محطه الاداء ديال طريق السيار، وشافوا هذيك الوقيته ديال ما بين 2 و3 ديال العشيه ما كيلقاوش شي سياره كات سوداء اللون ورقم اللوحه ديالها هو كذا كذا داز من تما نهائيا. قالوا لهذاك الشيفور قالوا لي واش انت متاكد بان السياره تسرقات لك مع 2:30؟ وقال لي ما انا متاكد يا سيدي. قالوا لي وخلصتي هنا في محطه الاداء؟ قال لهم خلصت. غريبه هاد القضيه هادي. الشيفور كيقول ودي بان السياره راه تسرقات ليه في لوطوروت مع شي 2:30 بحسب ما كيقول هو، وكيقول بانه خلص في محطه الاداء، ولكن تسجيل الكاميرا ما بانش فيه حتى شي سياره كات سوداء اللون بنفس رقم اللوحه ديال هاد السياره المبحوث عنها نهائيا. هنا قالوا لي ودي هادشي عندك راه ماشي هو هذاك، انت راك ما دزتيش هنا من هاد الطريق هادي اصلا. لا قال لهم والله تدزت انا من هنايا مع 2:30 وتعرضوا لي شي وحدين بطوموبيل كونغو كذا كذا. وقالوا لي الا كنتي دزتي من هنا راه كانت غادا تقبطك كاميرا التسجيل ديال محطه الاداء. وهنا البوليس شكوا فيه، قالوا ربما هذا داير شي كارثه بطوموبيل ويعلم الله فين رماها ولا خباها وجاي كيدير علينا حنا هاد المسرحيه هادي. وهنا قالوا ليه انت البارح في الصباح فين كنتي؟ وقال لهم فقت مع شي 10 زيد وفطرت، ومن بعد خدمت شويه تما في الجرده ديال الفيلا ديال السيده هذه اللي انا كنخدم عندها في الجرده وشايفوه في نفس الوقت. قال لهم حتى اتصلت بيا السيده خديجه قالت لي جي جيبني من كازا، وديماريت الطوموبيل وشديت الطريق لوطوروت. هذيك السيده قالوا ليها واش كيخدم عندك هاد السيد هذا في الجرده؟ وقالت لهم سيدي فعلا كيخدم عندي في الجرده. مشاو معاه للفيلا ديال هاد السيده هذه وقالوا ليه ورينا عفاك اشنو خدمتي بالضبط في هاد الجرده هذه. وبدا كيوريهم درت هنا صوبت هنا. البوليس علاش مشاو معاه؟ يعني بغاو يدققوا معاه، بغاو يمشوا معاه نقطه بنقطه. فقتي زيد اشنو درتي؟ خدمت في الجرده، يلا نشوفوا شنو درتي في هاد الجرده. وهنا غتوقع واحد القضيه صادمه. البوليس هما كيعاينوا داخل الفيلا في هذيك الجرده حتى كتبان لهم واحد لاكاف، يعني في ديك الفيلا داك لاكاف مفتوح الباب ديالو وفي واحد السياره مغطينه بواحد الباش. هبطوا واحد جوج ديال العناصر يشوفوا هذيك السياره حتى كيتفاجئوا بانها سياره كات سوداء اللون، وهذاك الكابو ديالها كيبان مكسر لواحد الدرجه كبيره بزاف كانه داير شي حادثه سير. وقالوا لهم نتوما كتبحثوا على السياره، والسياره ديالكم فين هي؟ هذاك الشيفور اشنو غيدير هذيك الساعه؟ هرب لاد بالفرار. تبعوه البوليس في هذيك اللحظه وشدوه، داروا ليه المينوط، قالوا لهم شنو هادشي هذا عندكم؟ هذيك السيده دارت راسها سخفات، ديك السيده ديك المديره ديال مجموعه مدارس كذا كذا. الشيفور قال لي ودي انا راني غير مقدم في هذه القضيه هذه. قالوا لي عاود لينا شنو كاين هذا الشيء، راه لحد الان البوليس ما فهموا والو. قالوا لي عاود لينا شنو كاين. وقال لي ما السياره راه دار بها ولد السيده خديجه كسيده دخل في شي بوطو ولا ما عرفت. وانا قالت لي هاد السيده خديجه اللي خدام عندها قالت لي باننا غادي نخبيو السياره وغادي نديروا ديكلاراسيون على اساس انها تسرقات لينا. يعني هما صوبوا السيناريو بيناتهم. هنا البوليس تاكدوا بان هاد السياره هي اللي صدمت هادوك جوج دراري.
وهاد السيده ما قالتش للشيفور ودي بان ولدها راه قتل جوج ديال الرواح، قالت لي راه غير دخل في بوطو وصافي. جابوا هذاك ولدها اعترف بواحد الاعتراف صادم، وقال لي ما سيدي انا ماشي انا اللي كنت صايق لما ضربنا هذوك جوج دراري، قال لي ما انا ماشي اللي كنت صايق. هو شكون كان صايق؟ وقال لي جوج صحابي هما اللي كانوا راكبين القدام، قال لي وانا كنت راكب غير الخلف ديال السياره، رغم ان السياره ديالنا ولكن هما اللي كانوا صايقين. اييه وعلاش صدمتوا هذوك جوج ولاد؟ وقال لي ما داك نعمان ما بغاش يفرقني عليه. نعمان هو الولد اللي كان صايق الموطور وكان راكب وراه خوه. قالوا لي كيفاش ما بغاش يقيلك؟ وقال لي دابا شي 3 سنين ما بغاش يفرق عليه واحد البنت، هضرت معاه شحال من مره كنقول لي انا ديك البنت ديالي وكذا وكذا، وانا ديك البنت باغاني انا، هو لاصق فيها. قال لي واحد المره هددناه وما بغاش يتنازل، وقررت انني نتخلص منه. وانا هذاك الصباح كانوا معايا صحابي وتناقشت انا وياه وقدام واحد الباتيسري، وكان هو وخوه، ولما ركبوا هما في الموطور مشاو تبعناهم ودخلنا فيهم ودخلنا في حتى في هذاك البوطو وزدنا. البوليس جابوا هذوك جوج صحابو وصرحوا بنفس الاقوال، وتقدموا للعداله هاد 3 ديال الاولاد بتهمه القتل العمد مع السبق للاصرار والترصد، وتحكموا ب20 سنه لكل واحد منهم. والام ديال هذاك الولد غادا تحكم ب5 سنوات، كذلك الشيفور غادي يتحكم ب5 سنوات بتهمه التستر على جريمه قتل ومحاوله تمويه الشرطه وتضليل العداله. هاد الام الخطا اللي ارتكبت هو انها لما شافت السياره فيها اثار الاصطدام وخبرها ولدها بانه راه دار حادثه سير وصدموا جوج ديال الاشخاص كانوا على موطور، قالت اش غندير ما غندير، قالت نحمي ولدي غيمشي للحبس. هي خافت على ولدها، ما شافتش بان جوج ديال الارواح ماتوا وبان الام ديالها حتى هي تشوات لهم الكبده، تشوات لها الكبده ديالها، هي خافت على راسها. شوف الانانيه ديال بعض الناس. ودبرت هذه الخطه هذه ديال انها تقول بان السياره تعرضت للسرقه، وتواضع مع هذاك الشيفور هو مسكين اللي كيف قال بانه مشى غير مقدم في هذه القضيه هذه، هو ما عارفش بان السياره راه داروا بها كسيده وقتلوا بها جوج ديال الارواح. هي قالت لي ودي راه غير حادثه سير، وهو مسكين ما عرفش ما عرفش علاش، اللي قالتها لي دارها صدق خارج على راسه حتى هو ب5 سنين ديال الحبس. والى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام اسطر هذه المسطره. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.